السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا مكشخين واحنا متابعين واحنا جمعية في العالم هي الترجي الرياضي التونسي. لكن ناخذ الفيديو أرجو منكم الدعم شير بارتاج وابوني في القناة يوتيوب ماكس بارتاج. خلي الفيديو يوصل. نجم نحكيو على الانتدابات اليوم، باش نحكيو على انتدابات الترجي التونسي، باش نحكيو على الميركاتو ككل. فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. بالنسبة للمكشخين الكل اليوم باش نحكيو على انتدابات، وباش نحكيو زاد على انتداب مفاجأة في آخر الفيديو، لذا تابعوا الفيديو الآخر. المقدمة باش نبدأ بها تضحيات عديدة من لاعبين اللي يعرفوا قيمة الترجي التونسي، ومن اللاعبين اللي يحبوا الترجي التونسي بقلب ورب، ومنهم اللاعب خالد بن سليمان لاعب كرة الطايرة، اللاعب المتخلق اللي عنده إمكانيات كبيرة وأحسن موزع وأحسن لاعب في الترجي التونسي. وزاد كيف يتميز خالد بن سليمان باللعب الممتاز مع الترجي التونسي. لكن الحاجة اللي عجبتني في خالد بن سليمان انه معناها رجولي وقارح ويلعب بقليب وقريلته، ورغم ذاك الكل وفاء عنوان، رغم ذاك الكل انه معناها ضحى باش يمشي الفريق باش صفقة الترجي التونسي تتم ويصير كل شيء على احسن ما يرام. بالنسبة لي انا الملاعب هذا ملاعبي مثال. الانجازات نتاع خالد بن سليمان على الترجي الرياضي التونسي حتى 2026، بطل افريقيا مع الترجي سنة 2021، مع الترجي بطولة تونس 2017 2018، وايضا كأس تونس 2016 2017 و2018، وكيف كيف مع المنتخبات الشابة أقل من 19 سنة. سنة 2010 بطل إفريقيا 19 سنة، وبطل إفريقيا 2021 2013، وأيضا بطل أفريقيا 2023 سنة 2014. في كأس التحدي العربي توج مع المنتخب التونسي باللقب، وحصل شخصيا على جائزة أفضل لاعب وأفضل موزع في البطولة. بالنسبة لي أنا خالد بن سليمان الملاعبي اللي قدم الكثير لكرة اليد التونسية والمنتخب التونسي وللترجي الرياضي التونسي، وأيضا الوفاء عنوان اللي معناه خلاه معناه باش ينتقل الفريق الاتحاد الليبي بنسبة كبيرة لحد الآن، باش الصفقة متاع الترجي التونسي تتم وباش يضحي الملاعبي. شكرا خالد بن سليمان على كل ما قدمته للترجي. شكرا خالد بن سليمان. ان شاء الله باب الترجي التونسي مفتوح ليك في كل وقت، معنا في اي وقت كي توفى التجربه نتاعك تنجم ترجع، ونتمنى لك التوفيق مع الفريق نتاعك وان شاء الله تقدم الاضافه. بالنسبه لنا خالد بن سليمان احسن اللاعبين اللي جاوا للترجي الرياضي التونسي ولعبوا كره الطايره. زاد كيف تويكا باش نحكيو على انتداب مهم ونجم يتم بصفه كبيره وبصفه رسميه، اللي هو اللاعب الممتاز والمتخلق رامي كعيب. بالنسبه لنا ملاعبي ممتاز جدا، ملاعبي عنده امكانيات كبيره، ظهير ايسر ممتاز. الناس الكل تحكي على رامي كعيب، لكن ما فما حد شيء رسمي لحد الان، كلها حكايات واحاديث واقاويل، ما فما شيء رسمي لحد الان. لكن رامي كعيب ملاعبي ممتاز جدا وظهير ممتاز، ايضا عنده خبره كبيره على المستوى الاوروبي. ملاعبي عمره 29 سنه، ملاعبي عنده امكانيات كبيره. الطول 178، المركز ظهير ايسر، مركز ثانوي وسط ايسر، لعب القدم اليسرى. مع المنتخب لعب مباراتين مع المنتخب التونسي، العقد يوفى حتى 31 ديسمبر 2028. القيمة التسويقية للملاعبي حوالي 250 ألف يورو. بالنسبة لنقاط القوة في الخبرة، لاعب لعب في السويد وهولندا، ملاعبي معناها ظهير ايسر، معناها حسب معناها ترانسفير ماركت ملاعبي ظهير ايسر ونجم يلعب كوسط ميدان ايسر، يعني يولي ميليو كوش. بالنسبة لي بالنسبة للملاعبي عنده سنوات كبيرة في الكرة السويدية، وأيضا عنده تجربة مع الكرة الهولندية، وملاعبي عنده خبرة دولية، لعب مباراتين مع المنتخب الوطني التونسي. حاجات معناها العيوب اللي فيه اللاعب ذا انه معناها ما عندوش استمرارية، وايضا محدودية المشاركة على المنتخب الوطني التونسي، محدودية المشاركة لعب بعض الدقائق مع الفريق نتاعو. أيضا الأرقام الهجومية لا يمكن تقديم الجمهور أنه ظهير صاحب أرقام تهديفية كبيرة، سجله لاعبي معناه ما عندوش أرقام ممتازة على المستوى الهجومي. أيضا العمر 29 سنة، هو أقرب إلى لاعب جاهز بخبرة من كونه. بالنسبة للخلاصة متاع القول اللي رامي كعيب ليس صفقة نجم بأرقام ضخمة، لكنه لاعب تونسي يمتلك تجربة أوروبية قدم اليسرى، عمره 29 سنة، ويستطيع اللعب كظهير أيسر أو في الوسط
السؤال الحقيقي: هل يحتاج الترجي إلى لاعب بخبرة كعيب، أم الأفضل الاستمرار في ظهير أصغر يمكن بيعه مستقبل، وإلا البحث الترجي التونسي على ظهير أيسر؟ هذا سؤال الجمهور، معناه يجاوبوني، وسؤال المكشخين الكل يجاوبوني، معناه هل يستحق رامي كعيب انه يجي للترجي التونسي والا لا، والا نبحثوا على ملاعب اخر في كاليبر ما احسن وكاليبر ما افضل. هذا بالنسبه ذا سؤال الجمهور. بالنسبه لي انا الترجي التونسي لازم يعزز المركز الظهير الايسر مهما كلف الثمن، على خاطر تو قلت ربي الجناح الايمن والجناح الايسر قلت ربي فما توازن كبير، ايضا في وسط الميدان وفي الدفاع ناقصنا معناها مدافع ان شاء الله انتداب زاده، وظهير ايسر ناقصنا معناها مهاجم ممتاز، رغم اللي دان هو معناها ماهوش شكل ملاعبي كاتاستروف، لكن ان شاء الله نتمناو انه الترجي التونسي تكون في السكه الصحيحه، وان شاء الله الترجي التونسي تكون في السكه الصحيحه باذن الله. ارجو منكم الدعم بجيم بورتاج وابوني في كشين توب، احنا مكشخين ومتابعين. الى اللقاء.